عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من قلب شوارع اسكندرية. النهاردة هنكمل سلسلة متابعتنا لأعمال التطوير في شرق اسكندرية، وبالتحديد شارع مصطفى كامل اللي تم عليه شغل كبير جدا في الفترة الأخيرة، خاصة بعد إنشاء كوبري 45 الدولي. بدأنا التصوير من مدخل 45 الدولي من عند مصطفى كامل. زي ما حضراتكم شايفين النهاردة بنصور بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية في شارع مصطفى كامل، واللي كان لازم يتم تطويره بعد تنفيذ كوبري 45 الدولي. الكوبري ضخم ورفع كثافة الحركة في المنطقة، وده هيخلي الشارع القديم يبقى غير كافي تماما لاستيعاب العربيات والمشاة. تم تكسير الرصيف هنا القديم بالكامل وتنفيذ أعمال البنية التحتية من جديد في خطوط المياه والكهرباء والمواسير الصرف الصحي، عشان الطريق يكون مؤهل لتحمل الضغط وحركة المرور بشكل أفضل. صورنا لحضراتكم المراحل بالكامل من بداية إزالة الرصيف لحد ما شفنا المعدات شغالة على توسعة الطريق وتهيئته للتسوية النهائية. والخطوة القادمة إن شاء الله هيتم تسوية الطريق بالكامل والبدء في الرصف ووضع أول طبقة أسفلت. كده في اتجاهنا لشارع 45 عشان نشوف آخر تطورات اللي تمت في الشارع من أعمال البنية التحتية. هنا تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية للطريق، وهيتم تسوية الطريق وبعد كده هيتم وضع أول طبقة أسفلت. هنا الرصيف اللي تم تكسيره، طبعا الرصيف كان مساحته كبيرة جدا، ففي زحام كبير في المرور زي ما حضراتكم شايفين. فهنا تم تكسير الرصيف وهيتم تصغيره، وهيتم إضافة باقي الرصيف للشارع عشان تكون حارة كمان توسع بيها الطريق. مشروع كوبري 45 الدولي، المشروع ده كبير جدا، هيعمل نقلة نوعية في التقاطع الحيوي بين الطريق الدولي وشارع 45، وهيحل مشاكل كتير جدا في المرور. كوبري 45 الدولي مش مجرد جسر عادي، لكن هو كوبري متعدد المستويات، هيساهم بشكل كبير في تحسين حركة المرور في شرق اسكندرية. بيتم إنشاء الكوبري على مستويين. المستوى الأول القادم من الطريق الدولي إلى شارع 45 هيوصل مباشرة للكورنيش، والمستوى الثاني القادم من شارع 45 للمحافظات هيمر من أعلى الكوبري بعد تقاطع شارع 30 وهيوصل للطريق الدولي ويوصل لباقي المحافظات. التصميم المزدوج للكوبري هيساعد على تخفيف الزحام بشكل كبير، خصوصا في المناطق اللي كانت بتسبب مشاكل مرورية كتيرة زي شارع مصطفى كامل. أهم مميزات المشروع توفير الوقت وتسهيل حركة المرور بين شرق اسكندرية والمحافظات الأخرى، بدلا من الازدحام اللي كان بيحصل دايما عند الدوران في التقاطع القديم. دلوقتي عندنا كوبري سريع هينقل كل العربيات مباشرة من وإلى الطريق الدولي وهيقلل الضغط الكبير على المنطقة. صورت معاكم قبل كده فيديو عن كوبري 45 الدولي، هتلاقوا الفيديو موجود على القناة في كل التفاصيل. مشروع كوبري 45 الدولي هيتضمن تفريعة من الكوبري توصل للمنظرة وطريق الإصلاح، وهيخدم عدة مناطق حيوية أخرى. وتم بالفعل صب الكاميرات الأولية وهي جاهزة للتركيب على الأعمدة. كل ده موجود بالتفصيل في الفيديو اللي صورناه مع حضراتكم قبل كده. ما زلنا مكملين في شارع 45 عشان نشوف آخر تطورات أعمال البنية التحتية في الشارع. وطبعا تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بالكامل، وبعد كده هيتم تسوية الطريق ووضع الأسفلت. طبعا كل ده بيحصل علشان نواكب مشروع تطوير المحاور المرورية، واللي من خلاله بنشوف دلوقتي شارع مصطفى كامل بيتحول لمحور حيوي فعليا بيوصل ما بين كوبري 45 والطريق الدولي وطريق الكورنيش. مشروع تطوير شارع مصطفى كامل هو جزء من سلسلة تطويرات ضخمة بتحصل في شرق اسكندرية، من كوبري 45 الدولي لمترو اسكندرية لتوسعة الكورنيش. كلها هتغير شكل اسكندرية بالكامل.
بنتابع مع حضراتكم كل ما هو يخص اسكندرية من مشروعات اسكندرية وشواطئها. لو حضراتكم من المهتمين بكل الأحداث اللي بتحصل في اسكندرية ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. مشروعات كتير بتحصل في اسكندرية. المشروع الأقوى والأضخم هو مشروع مترو اسكندرية، تابعناه مع حضراتكم من البداية، من أول هدم محطات قطار أبو قير لغاية تركيب كاميرات المترو. كل الفيديوهات هتلاقوها موجودة على القناة. متابعين كمان كوبري محمد نجيب اللي هيتم افتتاحه قريب جدا في 15 يونيو القادم، وده هيكون بديل لإشارة سيدي بشر اللي دايما كانت مسببة أزمة في المرور. وحاليا بنتابع أعمال البنية التحتية في شارع 45، وبكده نكون وصلنا لنهاية الأعمال. هيتم بعد كده بقى تسوية الطريق، وزي ما قلنا هيتم وضع الأسفلت، وكده هيكون الطريق انتهى بالكامل. لحد كده خلص الفيديو بتاعنا النهاردة. هتوحشوني جدا جدا. لحد الفيديو الجاي، شكرا ليكم ولمتابعتكم. أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.